إخوان، أهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو الإخوان غادي نتكلموا على أبرز إنجازات اللي حققها المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022. لا الإخوان ما ندخلوا في صلب الموضوع، ما كرهتش أنك تهبط دير ديك السبسكرايب ودير شي جيم الفيديو باش أنه يوصل ناس آخرين. يلا نبداو الفيديو. كنا كنعرفوا الإخوان الإنجاز اللي حققه المنتخب الوطني هو أنه أول منتخب عربي وإفريقي كيمشي حتى نصف النهائي ديال كأس العالم، اللي ما عمر حتى شي فريق إفريقي ولا عربي أنه قدر أنه يوصل لنصف النهائي ديال كأس العالم، ماشي كأس أفريقيا ولا كأس آسيا أو لا كأس العالم. والإخوان أن المنتخب المغربي حتى شي واحد ما كان مرشحه أنه باش يفوز ولا أنه باش يمشي بعيد في المنافسة. يعني كل شيء كنا كنقولوا بأن المنتخب الوطني أنه يقدر كاع الإنجاز إلا دار يعني إلا مشى ماكسيموم، إلا مشى يعني كاع بعيد في المنافسة يقدر أنه يمشي يعني حتى الثمن أو الربع ومشينا للنصف ديال كأس العالم. هذا الكبيرة الإخوان اللي شفناها في كأس العالم أننا فاش تأهلنا مباشرة نصف النهاية ديال كأس العالم أن بعض الدول يعني ما تسرطاتش لهم، يعني أن منتخب إفريقي وعربي مشات النصف ديال كأس العالم، لأن ما كطراش يعني يعني كطرا كل عام أو لا، يعني راه أول مرة كطرا من 98 يعني. وبشحال هادي يعني كاع الماكسيموم كاع منتخب افريقي او لا عربي كيوصل يعني للربع او لا بحال المنتخب الجزائري انه وصل ثمن النهائي مع المنتخب وصل او دير الربع النهائي مع المنتخب الالماني، وحنا مشينا حتى النصف ديال كأس العالم. وهذا اللي خلى ان الفيفا انها يعني تاخذ اجراءات او دير شي حاجه. المهم يعني كيما اللقطه اللي شفنا يعني اللي دارها اشرف حكيمي، ان ديك اللقطه كتعبر يعني كما دارها، يعني كتعبر ان المنتخب الوطني انه كان يمكن ليه انه يفوز كاع بكاس العالم، لان ماشي بعيد. لان يعني في ديك الماتش ديال فرنسا وبالضبط الماتش ديال فرنسا اللي تلقينا واحد التحكيم اللي هو باهت جدا، لان كانوا بزاف ديال الاخطاء التحكيميه في المباراه، اللي منها جوج ضربات جزاء وضربه ثابته. يعني اللي ديك المباراه اللي كما شفنا اللقطه ديال اشرف حكيمي وسيس اتجهوا مباشره عند الحكم يعني باش يهضروا معاه ويعني يتناقشوا معاه يعني الاخطاء اللي دار في المباراه، وتجاهلهم مبغاش يدخل معاهم في الموضوع. كاملين ان المجهود اللي قام به وليد الركراكي والطاقم التقني ديالو اللي تعبوا بزاف ان منتخب فيه 36 لاعب انه تصاب منهم 7 ديال اللعابه، يعني 7 ديال اللعابه اللي كما كنعرفوا كاملين ان اشرف حكيمي، رومان سايس، نايف اكرد، بزاف ديال الدراري لعبوا بالاصابه ديالهم، كذلك املاح يعني لعبوا بالاصابه ديالهم باش ما يسمحوش ان المنتخب الوطني لا قدر الله اننا نتقصوا من دور المجموعات ولا من ربع النهائي او لا نصف النهائي. فكنبغي نقول يعني للدراري ديال المنتخب الوطني برافو عليكم، منهم اشرف حكيمي، حكيم زياش اللي لعب واحد الدور اللي هو كبير وخرافي بزاف، منهم حكيم زياش، كذلك كل شيء يعني ياسين بونو الحراسه، لان كذلك اللي طلبه ريال مدريد وبايرن ميونخ اللي كيتنافسوا عليه شكون غيدي في يعني اللي قدموا واحد البطوله اللي هي كبيره في كأس العالم. وايضا سفيان امرابط، وما ادراك ما سفيان امرابط، اللي قدموا واحد البطوله اللي هي كبيره وكبيره بزاف. الشكر كل شيء يعني يخدم في هذا كأس العالم من الف الى يعني الى اخره، يعني كل شيء يخدم، من الطاقم من المساعد من الرئيس، يعني كل شيء خدم في هذه المنافسات. قلت لكم الاخوان الخطا اللي كنا يعني قبل يعني اللي كنتذكروا ان الخطا اللي كنا خفنا اننا نطيحوا فيه اللي هو الخطا ديال التحكيم، اللي كنا خفنا انه وقع لينا كما وقع لينا في 2018 فاش تقسينا ديك الساعه مع اسبانيا، يعني فاش تعادلنا بجوج جوج اللي ضمن في روسيا 2018. خفنا لا يوقع لينا نفس المشكل وهو عاوتاني كيتكرر في 2022، يعني اننا تقسينا ديك الساعه في دور المجموعات ودابا تقسينا في النصف. يعني لا قدر الله وان
ديك المباراة ديال فرنسا أن كان تحكيم عادل، يعني راه يمكن لينا نفوزوا بكأس العالم، لأن المنتخب الأرجنتيني يعني ما كاينش شي فرق كبير بينه وبين المنتخب المغربي. يعني ان المنتخب المغربي كيتواجدوا فيه، يعني راه ماشي غير فريق افريقي او لا فريق عربي انه ما كيتواجدوش فيه يعني اللعابه اللي يقدروا يعطيو مثلا بحال اشرف حكيمي كيلعب جانب نيمار، جانب ميسي، جانب يعني في لعابه كبار، ايضا حكيم زياش، وناحي كذلك اللي قال عليه لويس انريكي واحد الهضره يعني اللي كبيره وكبيره بزاف. يعني هذاك اللاعب يعني ما شاء الله يعني كيلعب بواحد الطور في داخل الملعب، يعني راه بزاف خرافي، بحال الشكل ديال سفيان امرابط. كبيره الاخوه اللي كيتميز فيه في هذه البطوله هذه كامله، يعني في هذا كاس العالم اللي تقامت في قطر. الشكر الكبير للجمهور المغربي، الجمهور المغربي اللي قدم واحد الحماس كبير. يعني ماشي غير في المباريات ديال المنتخب الوطني، يعني في الاجواء في قطر كامله، يعني كتشوف واحد الاجواء اللي هي كبيره دار المنتخب الوطني المغربي. آه، الجمهور ديال المنتخب الوطني المغربي اللي الصراحه يعني فيما يعني اي صحافي كتشوف يعني كيهضر يعني شي ريبورتاج او شي حاجه كتشوف موراه مغربي، يعني اي حاجه يعني داخلين فيها المغاربه، النشاط، الزهو، يعني اي حاجه فين ما كان شي حاجه يعني زوينه انهم كينشطوا البطوله، يعني كما كنقولوا كينشطوا البطوله. يعني الجمهور المغربي اللي ساند يعني المنتخب من الاول حتى الاخير، اللي منهم فنانه، منهم ممثلين، منهم صحافه، منهم يعني بزاف بزاف. ويعني وكنتمنى ان شاء الله يعني في المونديال المقبل ان شاء الله اللي غادي تنظم في 3 ديال الدول، اللي منهم كندا والمكسيك، وامريكا، خصوصا امريكا، اللي يعني غادي تنظم واحد كاس العالم في 3 ديال الدول، واللي اول مره غادي تطرا بحال هذه المنافسه هذه. ونتمنى ان شاء الله انه يكون اكثر من هذا الشيء، ونشوفوا جيل جديد. وان شاء الله علاش لا نمشيو حتى حنا نتفرجوا ان شاء الله علاش لا. وهذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو هذا. ما تنسوش انكم يعني راكم كتنساو ديك جيم وديك سبسكرايب، كتنساو ما ديرها، لان قربنا اننا نساليو 1000 ابوني، اللي ما بقى والو، اللي دابا كتواجد 740 ابوني. نتمنى انكم يعني اللي شاف هذا الفيديو هذا اللي نحاولوا اننا نفوتوها غير 800 باش اننا ان شاء الله يعني غير نكملوا الشروط، لان مازال ما كملناش الشروط. نكملوا الشروط ان شاء الله، وغادي نديروا شي حاجه محسن، يعني غادي يكون اصلاح لا في الصوت، لا في المكان، لا في الكاليتي، لا في كل شيء ان شاء الله. هادشي اللي يكون بدل. وراني كندير يعني لي فيديو قصار ولي فوطو واعرين اللي مختومين بزاف. دوزو ديال الانستغرام اللي هو هذا اللي كلشي كيعرفو، غادي نخلي لكم الليان لتحت. والله يعاونكم الاخوان، تهلاو لي في الله.